اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من برنامج صاحب الكوره وكاس افريقيا في الجابون 2017. مصر الحمد لله طلعت بنتيجه ايجابيه زي ما قلنا لكم الحلقه اللي فاتت. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في التشكيل وايه الاختلاف اللي كان بيحصل في الملعب وازاي منتخب مصر قدر ان هو يخطف 3 نقط من بق الاسد زي ما بيقولوا. يلا بينا نبدا الحلقه. تعالوا كده نتكلم عن تشكيل منتخب مصر. مش هنلاقي ان كان في اختلاف كبير قوي بالنسبه لاختيار اللعيبه، هي تقريبا نفس تشكيله منتخب مصر باختلاف احمد فتحي اللي لعب مكان عبد الشافي اللي اتصاب في الماتش اللي فات، ونزل مكان احمد فتحي في ناحيه اليمين احمد المحمدي اللي قدر يقوم بدور كويس جدا من ناحيه اليمين. اي نعم ما كانش بيلعب مع منتخب مصر ولا في مطوشه وديه ولا لعب معاهم في المطوشه في التصفيات ولا اي حاجه، لكن احمد المحمدي قدر ان هو يثبت نفسه وعرف الناس كلهم ان انا جاهز في اي وقت ما تحتاجوني هتلاقوني في المكان والوقت الصح. احمد فتحي برضو قدر ان هو يسد الثغره او يسد الفجوه بتاعه عبد الشافي، وقدر ان هو يقفل الناحيه الدفاعيه بشكل كويس قوي. كان بيعمل مجهود جبار في الناحيه الهجوميه على قد ما يقدر وعلى قد ما كانت رجليه بتقدر توصله لقدام. اي نعم ما كانش عارف ان هو يلعب عرضيات بشكل كويس طبعا لان رجله اليمين جوه الملعب مش بره الملعب، لكن قدر لحد كبير جدا يزيد من الناحيه الهجوميه ويطلع منتخب مصر قدام، وكان بيزيد معاهم بشكل كويس. تعالوا نتكلم عن خط النص. هنلاقي ان خط النص كان فيه طارق حامد والنني. طارق حامد اللي مفيش حد في الدنيا ممكن يختلف على ادائه، الرجولي اللي معروف عنه انه بيقدر يقطع كرات بشكل كويس، مجهود بدني عالي جدا، بيقدر يباصي الكوره بشكل كويس، بيقدر ان هو يضغط وبيخلي الخصم اللي قدامه تحت ضغط ما بيسيبهوش، ما بيديش لحد الحريه ان هو يلعب براحته. لو جينا نمسك اداء طارق حامد في البطوله لحد دلوقتي طبعا 10 من 10. تعالوا نروح النني برضو في الماتش ده وفي كل البطوله 10 من 10، محدش يقدر يتكلم ولا يقدر يقول غير كده. النني 10 من 10 من الاخر كده. النني ما بيعملش اي حاجه في البطوله دي غير ان هو عمال يحلق على اللعيبه، امسك من بعيد، بطيء جدا، بيباصي لهم الكوره رايح جاي معاهم، مش عارفين هو بيلعب مع مين. بس برضو يا جدعان يعني اكيد الراجل ده يعني الناس بره ليهم وجهه نظر اكبر مننا، يعني الناس دي وصلت للقمر قبلينا، فاكيد هم شايفين ان النني ده ممكن يوصلهم للقمر قبلينا. ما حدش يقدر يتكلم عن كده. كفايه بقى سيبوكم من النني عشان اتقطع من كل الناس. تعالوا كده نطلع لقدام شويه ونتكلم عن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي بدا الماتش بايجابيه في الهجوم بشكل كبير جدا، كان سريع وكان رتم اداؤه كان عالي قوي الماتش ده، تحس ان هو كان فايق وكان مرتاح وهو بيلعب الكوره. يعني تحس ان منتخب مصر في البطوله في الماتش الثالث قدر ان هو يتعود على ارضيه الملعب وعلى الجو اللي هناك. عبد الله السعيد لعب كورات خطيره جدا، كمان كان بيقدر يعمل الزياده الهجوميه، كان بيقدر يوصل محمد صلاح وتريزيجيه لقدام. عبد الله السعيد في الاول الماتش كان بيلعب بشكل كويس قوي، قدامه محمد صلاح كان بياخد الكوره طبعا زي ما احنا عارفين وكان بيجري بشكل كويس، لكن منتخب غانا كان مقفل عليه كل الخطوط اللي ممكن يخرج منها. طبعا منتخب غانا عارف ان منتخب مصر اصلا بيلعب على محمد صلاح، وهو اصلا خايف من محمد صلاح لشهرته العالميه بسبب سرعته وبسبب فرق السرعه ما بينه وما بين اي لاعب. فطبيعي جدا اي منتخب مصر هيلاعبه هيحطوا له على الاقل لاعبين او 3 عشان يمسكوا محمد صلاح ويقفلوا عليه الناحيه اللي هو بيتميز بيها وهي ناحيه السرعه. لو جينا نروح الناحيه الثانيه، تريزيجيه بسم الله ما شاء الله الله اكبر بيجري طول الماتش، ما بيعملش حاجه، عمال يجري يمين شمال، عمال يجري قدام، بيطلع الكره للاوت، المهم ان هو بيجري. اخر الخط فين هو نفسه مش عارف، يعني كلنا مش عارفين هو اخره فين، بس يعني عامه تريزيجيه اداؤه عالمي في البطوله دي. تعالوا بقى نتكلم عن راس الحربه مروان محسن في البطوله دي بيعمل مجهود جبار بدني واشتراكات مع لعيبه، لكن للاسف مش موفق في اخر لمسه ليه. يعني حتى في اول ماتش مع مالي الكره اللي لعبها بدماغه لو كان حطها في اي زاويه كان الموضوع اختلف معاه. وبرده الماتش ده جات له كوره والجون بعد ما غلط وشاط الكوره وجات له استعجل فيها جدا وما بصش على الجون ولعبها بشكل بصراحه غريب جدا. مروان محسن بيعمل مجهود عالي قوي، لكن اللمسه الاخيره عنده لسه فيها شويه مشاكل. بس هو عامه برده لو جينا نقيم اداؤه هنقول ان اداؤه في البطوله دي ممكن يكون مثلا 8 من 10 او 9 من 10 بسبب المجهود البدني اللي بيعمله، بسبب طريقه منتخب مصر اللي ما بتلعبش على الاوفرات اللي بتقدر تستغل منها راس الحربه اللي موجود جوه الصندوق. ده بالنسبه للعيبه منتخب مصر. تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن عصام الحضري. عصام الحضري بسم الله ما شاء الله برده مش عايزين نحسده، لغايه دلوقتي بيقدم اداء ممتاز جدا، كل ماتش بيثبت نفسه اكتر من الماتش اللي قبله، بينقذ منتخب مصر في اوقات صعبه جدا وبكرات قويه جدا، تحس ان هو لسه عيل عنده 18 سنه وبيطير وبيعمل تراي على الكوره وبيطلع الكوره من مسافه قريبه جدا. والحمد لله ان احنا عندنا حارس في قيمه وقوه عصام الحضري. تعالوا نتكلم كده عن عصام الحضري وارقامه اللي بيحققها في البطوله دي مع منتخب مصر. عصام الحضري بكده يبقى وصل للمباراه رقم 150، وبكده يبقى هو اكتر حارس مرمى جه في تاريخ مصر يلعب عدد المشاركات دي بتيشيرت المنتخب. لو جينا نتكلم عن حفاظه على شباكه النظيفه وعدد الدقائق اللي قدر يحافظ بيها على شباكه، هنلاقي ان عصام الحضري وصل للدقيقه 517 من غير ما يدخل في جونه ولا جون، واللي تحتيه على طول هو نادر السيد.
عصام الحضري برضو كده لعب 25 ماتش في بطولة أفريقيا، وبكده يبقى هو رقم واحد في تاريخ القارة بعد ما تفوق على النيجيري أو حارس مرمى نيجيريا إنياما والإيفواري جوميني. تعالوا بقى كده نتكلم عن فاكهة الماتش، أحمد حجازي وعلي جبر، اللي مهما قلنا عليهم من كلام في البطولة دي أو في الماتش الأخير بالذات بتاع غانا مش هنقدر نديهم أي حق من حقوقهم. علي جبر في الماتش ده كان بيأدي أداء فوق الرائع وفوق الممتاز. أي التحام بدني جسم في جسم علي جبر كان هو اللي بيكسب، أي كرة عالية كان علي جبر اللي بيكسب، أي كرة على الأرض كان علي جبر اللي بيكسب. علي جبر أي لعيب بيبقى معاه الكورة تحت رجله بيخرجه بشكل كويس جدا بره منطقه الجزاء عشان يخلي الكره ملهاش اي خطوره. كان اي كره عرضيه هو اول واحد طالع ومطلع الكره بدماغه. احمد حجازي برده كان في الماتش ده كان كويس جدا، بس الصراحه علي جبر كان عامل في الماتش ده اداء ولا احسن ولا اجمل من كده، وما اعتقدش ان هو اصلا بعد كده هيقدر يلعب اداء بنفس الماتش اللي لعبه في غانا. بصراحه علي جبر طور من نفسه بشكل كبير جدا، تقريبا بيلعب مع منتخب مصر احسن بكتير قوي ما بيلعب مع الزمالك في الدوري. اداؤه عالي ومستواه عالي من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه. حجازي بعد الماتش زي ما احنا شفنا ان هو خد رجل المباراه. اكيد الكاف اتلخبط ما بين علي جبر وما بين احمد حجازي، ملهاش حل غير كده، هما الاثنين نفس الطول، هما الاثنين تحس ان هما نفس الشكل، فهو اكيد اتلخبط يعني اكيد حاجه مش مقصوده، لان بصراحه علي جبر في الماتش ده كان ظاهر جدا عن اي لعيب كمان في منتخب مصر. يعني لو جينا نتكلم عن اللعيبه اللي ظاهره في منتخب مصر او اللعيبه اللي كانت شايله، هنبدا باول واحد هو علي جبر. بصراحه كان لازم نديله حقه في الماتش ده، كان بيلعب بشكل كويس قوي، كان قادر ان هو يقف على رجله وقادر ان هو يطلع اي لعيب بره منطقه الجزاء لو دخل الكره برجليه عشان يخرجه ويفقد للكره اي خطوره ليها. منتخب غانا في الماتش ده ما كانش ليه كور خطيره جدا او ما كانش لينا غلطات دفاعيه تؤدي ان هي يحصل منها كارثه او جون مثلا، غير الكره اللي عصام الحضري طلعها في اخر الماتش والكره اللي قلشت من على رجل اللعيب. والحمد لله ان ارضيه الملعب كانت بالسوق ده، لان لو ما كانش حصل الكره دي كان ممكن مصر تتعادل مع غانا. فاحنا حبينا بس نخلي ان علي جبر واحمد حجازي في اخر الكلام، لان هم بصراحه هم مسك الختام. تعالوا كده نقول لكم شويه معلومات عن منتخب مصر. منتخب مصر بكده يبقى وصل للمباراه رقم 22 من غير اي هزيمه، وكمان في دور المجموعات هو الفريق الوحيد اللي ما دخلش فيه ولا جون، واخر جون دخل في منتخب مصر كان من 7 ماتشات. لو جينا نتكلم عن كوبر مدرب لمنتخب مصر، هنلاقي ان في اول البطوله كل الناس كانت بتهاجم كوبر، وكان كل الناس بتتكلم على طريقه لعبه اللي هي مش باين لها ولا دفاع ولا هجوم ولا كنا عارفين احنا بنعمل ايه. لكن بعد ماتشين في البطوله قدر كوبر ان هو يقنع الناس بشكل كبير جدا بادائه وبطريقه لعبه، وعرف الناس ان اللي كان بيعمله ده كان تمهيد لحاجه كويسه هنشوفها. كوبر دلوقتي بيلعب باداء ثابت وماشي بخطوات ثابته لبطوله افريقيا. هو فعلا طلع قبل البطوله وقال ان هو ما بيوعدش الجماهير دي ببطوله افريقيا، لكن هو حلمه او هدفه اللي مركز عليه هو بطوله كاس العالم. لكن مش هنقدر ان احنا نقول للناس اتنازلوا عن افكاركم او عن حلمكم ان انتوا تاخدوا كل البطولات زي ما منتخب مصر معودنا دايما ان اي بطوله بيخش فيها بيأدي فيها، او على الاقل ان احنا بنبقى حاطين عينينا على النهائي وعلى الكاس. كوبر دلوقتي بادائه بدا يقنع الناس، وكل الناس دلوقتي بقت مرتاحه لكوبر في تغييراته وفي الوقت اللي بيقدر ان هو يختار فيه اللعيبه الصح او التغييرات الصح. فنصبر بس شويه على الراجل ونشوف هيودينا على فين، بس ان شاء الله مصر في النهائي وان شاء الله الكاس لمصر. سؤال حلقتنا النهارده عايزين نعرف منكم مين هو احسن لاعب في منتخب مصر في الجوله الاولى من وجهه نظركم. هنستنى تعليقاتكم في الكومنتات تحت، ما تنسوش تبعتوا لنا وتقولوا لنا ايه هو رايكم في الحلقه دي، ولو عندكم اي تعليقات هنستناها برضو منكم. اشوفكم الحلقه الجايه وان شاء الله مصر هتحقق نتيجه ايجابيه وهنعدي المغرب وهنطلع للنهائي. سلام.